اليوم غادي نهضروا على الكرة الرسمية ديال كأس إفريقيا 2025 اللي غادي تلعب في المغرب. التصميم ديالها الخلاب، تصميم خلاب، قصة فنية وتكنولوجيا من بيما. خليكم معايا نكتشفوها خطوة بخطوة. الاسم ديالها اللي تسمات هو إيتري. إيتري اي تي ار اي. هذه الكرة اللي كشفت عليها الكاف بشراكة مع بيما، وهي البالون دو ماتش اوفيسيال اللي غادي تكون في 2025. هذه ماشي غير كرة جميلة وصافي، هي كرة اللي غادي يلعبوا بها المنتخبات في كأس إفريقيا. والتصميم ديالها منين جا؟ التصميم ديالها مستوحى من الزليج المغربي، هذاك الفن ديال لا موزيك المعروف في المغرب، فيه النجوم والدوائر متناسقة. النجمة مثلا في التصميم كتمثل الطموح، والألوان الحمراء والخضر كيرجعونا مباشرة للعالم المغرب بالطبع، الفخر الوطني ديالنا، عالمنا. المهم التكنولوجيا اللي خدمات خصكم تفهموا في هاد الكرة. بما دمجت واحد التكنولوجيات جدادين وباش اللاعبين يضمنوا واحد السلاسة في اللعب بهاد الكرة هادي. تضمن مثلا الطيران مستقيم، ثبات في الكرة، متانة في الظروف ديال الماتشات الاحترافية. وبعض التقارير كتهضر حتى على التكنولوجيا المتقدمة ديال البانل أوربيتا 6. فيما تستعمل تقنيات جدادين كتعطي الدقة في التحكم والارتداد. السؤال المطروح دابا، واش كاينين شي نسخ للبيع من هاد الكرة هادي، وشحال الثمن؟ نعم صحيح، كاينين نسخ رسمية ونسخ مصغرة في بعض الأسواق. النسخ الرسمية كتواجد للبيع بثمن مقترح حوالي 130 أورو، والنسخ مصغرة كيكونوا أرخص طبعا. امتى غادي نشوفوها في الصطاد هاد الكرة هادي؟ ان شاء الله وهذه غادي في الظهور الرسمي في الماتشات اللي مثلا في ماتش الافتتاح مراكو 2025، اول ماتش في البطوله في 21 دجنبر 2025 غادي تكون مستعمله في المباريات الرسميه. وبغيت نقول لكم واحد النقطه مهمه. هذا الاسم ديال إيتري، يعني اي تي ار اي، الاسم الرسمي ديال الكره. الاسم جا من واحد الكلمه امازيغيه تتعني النجم، وهذا النجم هو نفس النجم اللي كاين في العالم ديال المغرب. اطلاق رسمي كان من الكاف مع بيما، كاينه شراكه ما بين الكاف وبيما. بيما راه مشهوره، تتصنع هاد لي ماركه ديال الاحذيه الرياضيه بصفه عامه، لي توني اكسيتيرا. وبالنسبه للتصميم نعاود نؤكد لكم على واحد النقطه الاصدقاء. القاعده ديالها بيضاء وزخارف عليها حمراء وخضراء. كما قلت لكم ديجا راه مستوحات من تم يعني الفكره جات من الزليج المغربي. يعني كما تشوفوا هذا الزليج كاين عندنا في المساجد وفي القصور وفي كذا، حاولوا يديروه حتى في كرة القدم. وهذا التصميم فيه نجوم يعني بحال الورد، وكل عنصر عنده معنى. كما قلت لكم ديجا راه النجمه كتمثل هذاك الطموح، هذاك الضوء، والورود كتدل على الاحتفال، النمو، والدائره كتعني هذاك الاتحاد اللي كاين ما بين الدول اللي غادي يلعبوا ويتنافسوا بيناتهم على كأس إفريقيا. يعني الا جيتو تشوفوا هذه راه ماشي كره فقط، بينما هي راه تتعبر على حضاره بلد. وكما التسويق ديالها نقدروا حسب التقارير ووسائل الاعلام هاد الثمن اللي قلت لكم ديجا تقريبي 130 يورو. يعني بالنسبه لواحد الفئه راه تقدر تكون في المتناول، ولكن واحد الفئه كبيره صعيب عليها باش تشري كره بهذا الثمن هذا. يعني هذا بان لي ثمن غالي. حنا ما كرهناش تكون عندنا واحد الكره نخليوها سوفونير،
هذوك غتكون دوريجين وفيها هاد الرسومات هادو غتبقى تحفه. نتمناو نشريو شي وحده في هاد الكاس افريقيا 2025 ان شاء الله. الا تحت لنا الفرصه نشريو شي وحده، واخا على الاقل كاع نسخه صغار على الاقل. نتمناو. شكرا اصدقاء على المشاهده، شاركوا في القناه، وما تنساوش تعاليق تعاليق تعاليق، وديروا اللايكات، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم. شكرا بزاف، تهلاو لي فراسكم.